السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة الصف الثاني الثانوي مع شرح مادة الحديث. عندنا الحديث الأول بعنوان سعة فضل الله سبحانه وتعالى. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أسلم العبد فحسن إسلامه يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها، وكان بعد ذلك القصاص، الحسنة ب10 أمثالها إلى 700 ضعف، والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها. التعريف براوي الحديث: هو سعد بن مالك بن سنان بن عبيد الله بن ثعلبة الأنصاري، وهو شهرته وكنيته أبو سعيد الخدري. شهد الخندق وبيعة الرضوان، له 1170 حديث. توفي عام 63 هجريا. معاني المفردات: فحسن إسلامه معناها أو إسلامها بأن دخل فيه بباطنه وظاهره واعتقده اعتقادا خالصا من الشوائب. حسن إسلامه يعني نطق بالشهادتين وطبق الأعمال الظاهرة والباطنة. يكفر أي التكفير هو التغطية والستر، ويصح هنا أن يكون بمعنى إزالة الكفر والمعاصي. وقيل إماطة المستحق بالعقاب بثواب زائد، يعني الله سبحانه وتعالى بعدما يتوب الإنسان بدل من أن كان يستحق العذاب والعقاب استحق الثواب. معنى زلفها يعني بتخفيف الله